السلام عليكم. يلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول الله. هنعمل مع بعض أكلة شتوية جميلة جدا، ده الراعي الرسمي بتاع الشتاء. هنعمل القلقاس بالخضرة بطريقة بسيطة جدا. هنجيب القلقاس اللي هو الأحمر يا جماعة، بيكون طياب مبياخدش وقت، بيكون طعمه جميل جدا. أنا بقشره وبقطعه الأول قبل ما أغسله علشان نسبة اللزوجة اللي بتبقى فيه ما تحيرناش واحنا بنستخدمه. قبل ما نقشره الاول هنحط اللي هي الحاجه اللي يستوي فيها، سواء هتطيبيه بالميه او بالشوربه. انا الاول بحب ان انا اطيبه بالشوربه، بيبقى طعمه اجمل. هحط يعني اعتبر نص الكميه شوربه والنص هيبقى عصير طماطم. دي كان حوالي طبسية وطبسية ونص من الشوربة، نزلت عليها بعصير من الطماطم برضو تقريبا طبسية، يعني النص والنص كده. لو عندكيش هتستخدمي مية بس، وتحطي عليها مكعب ماجي معاكي. هنقشر القلقاس بتاعنا الاول من غير ما نغسله، وبعد كده هنقطعه. وبعدين الغسيل بالنسبه لي بيبقى اخر مرحله، علشان بيبقى هو صعب جدا في التقطيع، سكينه ما تجرحناش. غسلته كويس. الطماطم او الصلصه بتاعتي استوت في الشوربه، هنزل بشويه ملح صغيرين، شويه بهارات وفلفل وكمون وكزبره. طبعا كده هي الطماطم بتاعتي استوت. وطبعا القلقاس اصلا ما بياخدش وقت في السوا، خاصة لما بنجيبه قلقاس من اللي هو الطياب الاحمر ما بياخدش وقت معانا. فبنطيب الشوربة طبعا بتبقى مستوية، بنحط شوية عصير الطماطم نخليهم يستووا، او لو هتستغني عن العصير الطماطم وتحطي صلصة، دي حاجة اختيارية. هتسويه بمية بس، وتحطي مكعب شوربة معاه، مكعب ماجي، ايا كان، مرق الدجاج زي ما تحبي. انا طيبته بشوربة وعصير طماطم. بعد ما استوت كويس نزلت بالقلقاس، يدوبك ياخد معانا 10 دقايق. هو كده استوى معايا، ما اخدش 10 دقايق كمان، لان هو ما شاء الله نوعه طياب جميل، بيبقى لونه احمر زي ما قلتلكوا. انا جايباه من امبارح، فهو اخد لون امبارح كان لونه بامبي جميل جدا، بس طبعا القشرة لما بات اتغيرت. كده استوى، هركنه بقى على جنب وابدأ اعمل له الدقة بتاعته. هجيب الطاسة بتاعتي واحط شوية زيت او سمنة، دي حاجة اختيارية. وهنزل بربطة من الخضرة على الشبت متقطعة. في ناس بتحب تعمله بالسلق، بس انا ملقتش، وصراحة ما بفضلش السلق فيه، بس بيبقى جميل جدا. بس انا المكان اللي انا قاعدة فيه ما بقاش موجود سلق، بكتفي بالخضرة بس. بقعد اقلب في الخضرة بتاعتي لحد ما تنشف تستوي، تلاقيها بدأت تخروش معاكي كده. بعد كده هننزل بمعلقة صغيرة من الثوم، وهنبدأ نقلب كويس جدا لحد ما يبدأ الثوم يصفر معانا. ناخد بالنا ان احنا بنسوي الخضرة كويس يا جماعة، يدوك ما بنقلبهاش تقلبتين، لا انت بتنك تسوي الخضرة تحمريها لحد ما تبدأ تنشف معاكي كده. وبعد كده بننزل معلقة الثوم بتاعتنا تاخد تشويحة ولون خفيف كده. نبدأ بقى ننزل بالخضرة والثوم على القلقاس بتاعنا، ياخد غلوتين بس مش اكتر، عشان يدي نكهة للقلقاس. وبعد كده بنطفي عليه ونغطيه، نسيبه شوية حوالي 10 دقايق كده، يكون القلقاس اتطعم من الخضرة والثوم اللي احنا حطيناهم في الاخر. بيكون كده استوى وجاهز معانا على الاكل. بتقدميه بقى مع رز ابيض او رز بشعرية، ايا كان. في ناس بتحب تاكله بالعيش، دي حاجة اختيارية. بس دي أكلة جميلة جدا في الشتاء، بتيجي من الشتاء للشتاء صراحة، يعني احنا بنعشقها وفي ناس كتير بتحبها. أتمنى الفكرة تعجبكم، وأتمنى أكون أفدتكم. وبإذن الله مكملين مع بعض في وصفات بسيطة وسهلة، ونتقابلوا على خير في وصفة جديدة، والسلام عليكم.